عارفين يا حبايبي نيجي نتكلم مع بعض شويه بصراحه. اي حد ما بيعرفش قيمه الحاجه لما بتروح منه. اشحال بقى ان كان امه وابوه اما يروحوا منه. ايه، خلي بالكوا لو امه وابويا عايشين لكل يوم الصبح، لو هما قاعدين معايا ابوس على ايديهم ورجليهم، على رجله قبل ايديه. ابوس على رجل امي ولا ابوي على رجليهم قبل ايه؟ ايديه. الام والاب دي حاجه تانية. الام دي والاب حاجه تانية. ولو هما بعيد عني اسال عليهم بالتليفون كل يوم. مهما كان اي حاجه ما تغيرنيش عن امي وابوي في الدنيا دي بحالها، لو موجودين اسال عليهم بالتليفون وبعيد عني ما اناش طايلاهم. امال اشحال ان هم يبقوا في البيت بقى اعمل معاهم ايه؟ لما يبقوا معايا في البيت اصحيهم من النوم قبل ما اروح الشغل واسال عليهم بس كان امي ولا ابوي عايزين ايه، عاملين ايه. طب انا ما شفتهمش بايتين لوحدهم وانا بايت لوحدي. لا، ده انا اصحيهم. يا بختك عند ربنا لما امك تدعي لك دعوه وانت رايح الشغل. يا بختك عند ربنا لما ابوك يدعي لك الدعوه من قلبه وانت ماشي على الطريق. يا بختك عند ربنا ما تخسرش امك وابوك مهما كان ومهما يكون. مفيش حاجه تغيرك عن ابوك في الدنيا دي بحالها، ولا امك في الدنيا دي بحالها. ما تغيركش ابدا منهم مهما يحصل. مهما يحصل، مهما كانت الظروف، مهما كان الايام، مهما كان الليالي، ما تغيركش ابدا. وانا بقول، انا بقول على نفسي مش عليك، ما تفهمونيش